السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال والصحه، وان شاء الله تدخل عليكم بهذه السنه الجديده بالصحه والسلامه وباش كتمنوا يا رب. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم انا وجدت معكم هذا الروز اللي كيجي رائع رائع. انا وجدته للعشاء وزينته بهذه الطريقه المبسطه. المهم الا عندكم نتوما الضياف راكم انا غادي نعطيكم فكره وانتم تزينوا كما بغيتوا، وعلى بركه الله نوريكم الطريقه ومقادير الروز. هنا درت كيلو ديال الرز. انا هنا استعملت سيقاله، ماشي بالضروره سيقاله، غير داك الرز ديال العبار. راه كان عندي فيديو راه كنت درتو به، غير داك الرز ديال العبار غير ما يكونش مهرس، ونوجدوا به هذا الرز ديالنا. كما كتشوفوا كتكون عنده الحبه ديال الرز تكون طويله، ماشي داك اللي كتكون قصيره. كما كتشوفوا هكا الحبات ديال الرز يكونوا كبار طويل هكا. كنشدوا الروز كنديروا ليه الزيت، كنلبسوه مزيان بالزيت، وكنكونوا ديجا دايرين من الماء يغلي. ومن بعد ما كنلبسوا هاد الروز ديالنا بالزيت مزيان، انا راه كنصور بواحد اليد كنخدم بواحد اليد كما كتشوفوا. ومن بعد غنديروا في هذاك، عندي انا واحد الكاميله درت فيها الماء طايب، غادي نخوي فيها الروز ديالي ونخليه واحد 15 دقيقه هذاك الماء طايب. ومن بعد غندير في الكسكس ونفور. كما كتشوفوا هنايا راه لبست مزيان هذاك الروز، لبسته بالزيت. وهنا كما قلت لكم هنا عندي الماء طايب غليان، غادي نخوي فيه الروز ونخليه يرتاح واحد كما قلت لكم واحد 15 دقيقه. ومن بعد غنديرو في البرمه يفور. انا بعد ما خوينا الروز كما قلت لكم في هذاك الماء الغليان كنحركوه مزيان ونغطيوه ونخليوه كما قلت لكم واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. هنايا الروز درتو هنايا خويتو في الكسكاس ومن بعد درتو الفور. هنا من بعد ما فار ليا الروز غادي نرشو مزيان بالماء ونخليه واحد 5 دقائق حتى كيتشرب الماء، وندير ليه واحد شويه ديال الملح، ومن بعد نديروه يرجع يفور. المهم هنا درتو 3 المرات الروز 3 المرات باش يفور. كما كتشوفوا هنايا كنرشوه مزيان كما كتشوفوا. ومن بعد ما رشيناه كندير ليه الماء، كندير هذاك الماء مع الملح، ولا ممكن انكم غير ترشوه من الفوق بداك الملح وتخليوه كما كتشوفوا. راه سقيتو مزيان، رشيتو مزيان وخليتو حتى كيتشرب ها هو كما كتشوفوا. ومن بعد غنديرو يفور. هنا راه الفوره الثانيه كداك الماء كندير معاها كاس ديال الماء كبير، كندير معاها واحد 2 معالق ديال السنيده، كتعطي واحد المذاق زوين مع داك الروز. كما كتشوفوا قلت لكم هذه المره الثانيه، ونديرو عاوتاني يفور. بعد غنديرو المره الاخيره والثالثه الاخيره. كما كتشوفوا هو الرز كيجي كل حبه بوحدها. هنا الروز راه طاب ليا، درتو المره الثالثه يفور غنخليه. ودابا غنمشي نوجد المريقه ديالنا. هنا عندي اللحم كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، ممكن انكم ديروا اللحم ولا الدجاج كيجي معاه مزيان. انا درت معاه شويه البصله، واحد البصله كبيره، غندير معاه واحد 2 دروس ديال الثومه، وندير معاه شويه الملح، قياس الملح على حسب الذوق ديالكم. وغندير ليه واحد شويه الزيت حيت عندنا هذا اللحم فيه مشحم، واصلا راه الرز كيبغي يكون ليدان، يكون الشحمه في اللحم. ولا ديروا تزيدوا شويه ديال الزيت، يكون شويه زيت شويه. كما كتشوفوا هنا من بعد ما تقلل لي اللحم مع البصله والثومه وشويه الملح، كندير العطريه هنا الخرقوم، سكنجبير، والقرفه والابزار. الابزار راه درتو كيبان لكم راه هو كحل، والقرفه، وحتى غندير حتى القزبور ومعدنوس.
ومن بعد كما كتشوفوا راه درت تما القزبر. هنايا عندي خيزو كنقطعوه هكا مربعات صغار، مكعبات عفوا صغارين، وكنديرو حتى هو مع اللحيمه ديالنا وكنضربو عليه ونغطيه ونخليه حتى يطيب اللحم. هنا من قرب يطيب لينا اللحم، هنايا درت الزبيب ولا الحنب يابس كنرطبته، ومن بعد درته مع اللحمه ديالتنا وخليته. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرز اللي وجدت معكم اليوم بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم انايا هذا غير وجدته غير لينا حنا للدار. الا كان عندنا الضياف راه نديرو البرقوق، نديرو المشماش، نديرو اللوز مقلي، اي حاجه ديروها. والمهم هذا التزيين البسيط كما قلت لكم بسيط جدا. ممكن ان كما قلت لكم ممكن ديروا بالدجاج باللحم. المهم انا عطيتكم على فكره، ومن بعد نتوما ديروا تبدعوا كما بغيتوا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الرز بطريقتين مبسطه وسهله، ولكن النتيجه اللي تلقوا عندكم راه رائعه ما تشبعوش منه. والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.